هشام، خلينا نحكيو شويه على التنميه الجهويه من بين البرامج المهمه والمسائل الجوهريه اللي باش تجي بعد 5 سنوات من الان هي التنميه الجهويه. الجهات الكل تقريبا، خلينا نقولوا اغلب الجهات هي جهات ولات مهمشه، وكلها باش تطالب باش تقول اعطينا حقنا من التنميه الجهويه، اعطينا حقنا من الميزانيه، واعطينا حقنا من التشغيل والبنيه التحتيه اللائقه. انتم كيفاش تنظروا لمساله التنميه الجهويه دي؟ بليك بديت لك أنا في الإجابة على صناديق التنمية الجهوية. التهميش ملاحظة مهمة جدا، اللي التهميش مش موجود كان في المناطق الداخلية، حتى في أحياء قريبة من العاصمة ثم برشا تهميش. نمشيو جبل الأحمر، نمشيو حي الزيتين، نمشيو حي بوسلسلة، الكرم الغربي، ثم برشا تهميش، معناها مناطق منسية تماما، مش حتى في المناطق الداخلية. لكن بالنسبة لنا احنا كحزب اجتماعي اقتصادي نحب نعطي نقطة اللي منحة البطالة صارت قبل بعد الثورة مباشرة، سماوها منحة أمل. تقريبا تكلفت على ميزانية الدولة 700 مليار. 700 مليار مشيو هكاك، ما خلقناش بهم مواطن شغل، على خاطر وقتها المنتفعين بها كانوا يخيروا ما يشتغلوش خاطر لازم يكون عاطل. معناها كي تجي فرصة للشغل يقول لك لا ما نشتغلش خاطر ياخذ في 200 دينار وهو قاعد في الدار. دونك مش هذه المشكلة، الإشكالية أعمق من ذلك. الإشكالية وين في مسألة التشغيل؟ عندك مستوى التعليم والتربية ما حكيناش عليه، معناها قاعد المنظومة التعليمية نتاعنا والتكوينية قاعدة تخرج في بطالة، على خاطر مستوى الشهادات نتاعهم معناها ما عادش عنده قيمة كبيرة باستثناء بينسيور المتفوقين. دونك هذه إشكالية كبيرة يلزم نخموا فيها، واحنا في التيار الديمقراطي نعتقدوا انه باش نرقاو بتونس يصير رقي في تونس لازم نبداو مسألة التعليم، المنظومة التربوية والتكوينية والبحثية، معناها كلها مرتبطة، منظومة مرتبطة. زاد يلزم تركيز على التكوين. هو التكوين المهني ما عادش كما قبل التكوين نغزروا له بنظرة سلبية، اللي ما نجحش في حياته معناها التربوية يمشي تكوين. لا بالعكس، تو اقتصاديات كبرى تمشي على التكوين، ومسألة التكوين مهمة جدا، معناها باش العامل نتاعنا يتكون مستواه ويتحسن ويولي قادر على الشغل، وبالطبيعه يولي القدره حتى التنافسيه المؤسسه اللي باش يخدم فيها زي تقوى. يلزم ثم مساله الرسكله والتكوين، معناها التعليم اللي هي مساله استراتيجيه. ما تنجمش توا انت تبدا في اصلاح التعليم باش معناها توا ولا في عام ولا في عامين ولا ثلاثه باش تخرج اصحاب شهادات عندهم معناها مستوى عالي وعالي ومتكون. ثم مساله اخرى اللي هو ما ثماش حتى معناها تنسيق ما بين اصحاب الشهادات ولا المؤسسه التعليميه المنظومه التعليميه والتكوينيه مع حاجيات سوق الشغل. معناها تلقى بار اكزومبل واحد يخرج يتحصل على بكالوريا، يقرا جغرافيا ولا يقرا لغه عربيه وما ثماش من بعد معناها مواطن شغل. شكون الملام في الموضوع هذا؟ لانه ذاك اللي يقرا ولا الشاب اللي يقرا هو لقى منظومه معينه باش يقرا فيها، شكون الملام على الوضع المنظومه هذه؟ بالطبيعه الخيارات نتاع الدوله، الخيارات نتاع الدوله، معناها التعليم سامحوني في الكلمه باش نستعمل كلمه بالدارجه الدقدق في تونس، معناها ما عادش يخرج اصحاب شهاده عندهم قيمه كبيره. تعليم اول مؤسسه في تونس تقريبا تحتل مرتبه 6000 مؤسسه جامعيه، 6000. معناها في افريقيا اللي كنا احنا متقدمين على كل البلدان الافريقيه، اول مؤسسه جامعيه في تونس تحتل تقريبا مرتبه 72 في افريقيا. معناها حقيقه معناها شيء يخلي معناها يدعو الى التساؤل ويدعو يقول وين ماشيين بالمنظومه التعليميه هذه. دونك هذا خيار استراتيجي لكن مش باش يعطي حاليا الفوائد نتاعو. لذلك التركيز نتاعنا احنا بالنسبه للمناطق الهامشيه هو الاقتصاد التضامني الاجتماعي. شو معناه؟ ثم احداث لجان للتكوين وتاهيل الشباب العاطل على العمل. ثم كذلك الميكرو فينانس، معناها القروض الصغرى. لكن مش نعطي الشاب اللي هو ماهوش متمكن من اداره المشاريع نعطيه قسط من المال ونخليها كيكه معناها يعمل مشروع وحده، بطبيعه الحال باش يفشل في المشروع. احنا في التيار الديمقراطي ندعو الى الاحاطه بالشباب هذايا، الاحاطه ومعناها المراقبه والمتابعه. بالنسبه لنا احنا نعملوا مع الشاب اللي نعطيوه جزء معناها قرض صغير في معناها مهنه معينه، ندعو الى مثلا نعطيه قسط معين الاولاني ونحدد معاه الاهداف. كان الاهداف هذه حققها نجم نزيد نعطيه قسط ثاني، وهكذا دواليك لين يكبر المشروع والطاقه التشغيليه نتاعو تكبر. باش نعطيك معلومه مهمه جدا، عندنا تقريبا 630 الف مؤسسه في تونس، منهم 87% ما يشغلوا حتى شاب، معناها واحد عنده المشروع الخاص به.
معناها القدرة التشغيلية نتاع المؤسسات نتاعنا باستثناء يمكن 1% ولا 1.5% اللي شغلوا أكثر من 200 عامل، البقية الكل تشغل ما بين 0 5 6 7 عمال. معناها النسيج الاقتصادي نتاعنا ماهوش عنده قدرة تشغيلية كبيرة، لذلك يلزم التوجه للمشاريع الصغرى الفردية بتدعيمها بالميكرو فينانس في المناطق المهمشة. تولي ثم جمعيات المجتمع المدني زاد يلعب دور مهم جدا في تأطير الشباب هذايا باش يبعد على الجريمة، باش يبعد على معناها الآفات الاجتماعية الأخرى وعلى المخدرات وعلى التطرف. بالنسبة لنا احنا منظومة متكاملة، معناها المنظومة نعاود نقولها التكوينية والتعليمية والبحثية وسوق الشغل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية يلزم رؤية شاملة. الإشكالية تو في تونس ما نعرفوش حتى تونسي لا نجم يقول لك بعد عام وين ماشية تونس، ما ثماش رؤية استراتيجية مثلا نقولوا في 20 سنة عام 2020 ولا 2025 ها وين نحبوا توصل تونس وها شنو الأسس اللي لازم نوفروها باش نوصل للهدف هذاك. قاعدين معناها نعملوا في حلول ترقيعية أساسا وهذه هي الإشكالية. معناها نعطيك مثل بسيط في قانون المالية التكميلي ثم إشكالية في توفير الموارد. ايش عملت الحكومة، حكومة التكنوقراط؟ قررت باش تزيد تاخذ من عند الموظف، عملت اقتطاع استثنائي، عملت اقتطاع استثنائي اخر من الشركات اللي هي شفافة، اللي هي قاعدة تخلص في الأداءات، معناها مشيت للطريقة السهلة باش تمشي تاخذ موارد. هذا حل ترقيعي. عندك 40% ولا 50% تجارة موازية، معناها اشتر الاقتصاد نخليوهم هذوكم ونمشيو للموظف اللي هو قاعد يخلص في الاداءات نتاعو ونزيدوا نثقلوا الكاهل نتاعو باضرابات اخرى كمساهمه في ميزانيه الدوله 320 مليار. والشركات الصغيره معناها عند الشركات الصغيره انا خبير محاسب، شركات صغيره تلقى هي الله منها معناها باش تخلص معناها موارد نتاعها البشريه، باش تخلص الاعباء نتاعها ونزيدوها معناها اقتطاع استثنائي معناها خساره حتى ديدكتيبل فيسكالمون لا ماهوش حتى نجمش تنقصوا من اداء الضريبه. واضح سي هشام.